السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قطط برية. كنا احنا بدأنا سلسلة مع بعض بنتكلم فيها عن الحالة الاجتماعية للقطط البرية. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تعريف عن السلسلة اللي احنا هنتكلم عليها، واتكلمنا عن تعريف للحياة الاجتماعية اللي موجودة للأسود. في الفيديو ده هيكون بنتكلم عن الحالة الاجتماعية لأصغر حاجة من القطط البرية المعروفة وأسرع حيوان موجود على سطح الأرض، مش قط بري بس، اللي هو الفهد. من المعروف ان الفهود بتعيش بشكل منفرد، بس برضو في حالات بيكون الاخوة بتعمل زي نظام تحالفات كده، يكون في فهدين مع بعض او ثلاثة مع بعض، وفي الغالب بيكون ما بينهم رابطة دم في فترة معينة عشان يسيطروا على منطقة اكبر. وبعد كده مع الوقت طبعا بيحصل في خلافات ما بينهم، وبعد كده كل واحد بيعمل ايه، منطقة منفصلة عن الأخرى. بالنسبة للحياة الاجتماعية للناس والذكور، ففي الغالب بيكون الناس ليه منطقة سيطرة مختلفة عن منطقة الذكور، بس برضو الذكور مش بيطرد الناس لما تكون في المنطقة بتاعتهم، حتى لو كان في مرحلة غير الوقت اللي هو الخاص بالتخصيب. طبعا الوقت اللي هو بيكون حميمي ما بين الفهود وبعضها البعض بيكون في منطقة اللي هو الإناث والذكور عموما، يعني بيكون في المرحلة اللي هي مرحلة الإخصاب أو الإباضة زي ما بيتكلموا عليها. وبعد كده الفهد والفهد كل واحد منهم بينفصل عن التاني وبيروح لمنطقته التانية عشان يسيطر عليها، اللي هي المنطقة بتاعته الأساسية، عشان ما يسيبهاش، لأن لو سابها أكيد هيجي كائن تاني أو حيوان تاني، فهد تاني من نفس الفصيلة، يسيطر على المنطقة اللي هي سابها دي. فبيرجع للمنطقة بتاعته، وطبعا بتكون الأشبال بتكون في حضانة الأم لفترة 6 شهور أو سنة تقريبا، لغاية لما يتعلم الصيد، وأم هي اللي بتعلمه الصيد، وبعد كده بينفصل عنها وبيعمل المنطقة بتاعته. بالنسبة للأشبال اللي بتبقى موجودة دي بيتم التعامل معاها من خلال اللي هو أبوها اللي هو الذكر، بيتعامل معاها كأنها فهد غريب خالص. ف... فهي بشكل مباشر بعد ما بتتولد أو تحصل عملية الإباضة، الأم هي اللي بتكون مسؤولة عن تربيتهم. وفي نفس الوقت أول لما الأم تعدي عليها السنة أو تتم الاهتمام بيهم حتى يكون فهد كامل يعني، بيتم طرده من خلال الأم، وبيبتدي يدور على البيئة بتاعته. وبعد كده ممكن يتنافس حتى مع والده على المنطقة الجديدة اللي كان موجود فيها، عشان تكون دي منطقة سيطرة. ولحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة من قناتكم كتاب برية، واشوفكم في فيديو جديد. بس